السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وتكون اموركم طيبه وتكونوا في صحه جيده يا ربي. ما تدوش على الصوت ديال البنات، عيانه شويه، راكم عارفين من هاد النزله ديال البرد كلشي مريض. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين نتوما بخير وعلى خير، وتكون صحتكم مزيانه يا ربي. الا كيعجبكم المحتوى ديالي بارطاجيوه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش تعم الفائده وباش القناه ديالي تعرف. بفضل ديالكم كنشكركم بزاف على التعاليق اللي كتخليو لي في القناه، كنشكركم عليها بزاف من القلب، وحق الله العظيم اللي كتفرحوني بزاف. غادي نخليكم اليوم واحد الفيديو، غندير معكم عصير بدون فواكه، عصير بالفيكولا، صراحه تيجي زوين وكيجي باناشي بجميع الاذواق. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. خليكم مع الفيديو. بسم الله على بركة الله. نبداو بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنايا غادي نجيبو، المهم البنات باش ديروا نتوما شي بيدو ديال الماء، اولا ديروا شي حاجه اللي تكون كبيره. المهم انا درت هاد البانيو هذا كبير. عندي هنايا يترو ونص ديال الماء، غادي نستعمل معاهم يترو ديال الحليب. المهم البنات القاعده هو انكم كديروا يترو ديال الحليب راه تقريبا حتى 4 يترو ديال الماء. انا ما بغيتش كميه كبيره لان ما محتاجاش بزاف، داكشي غادي ندير غير كميه قليله ديال الماء. بحال مثلا عندكم عيد ميلاد اولا عندكم شي حفله، او صراحه تيجي زوين. بحال مثلا راه قريبا ان شاء الله الدراري يشدوا النتائج ديالهم ونفرحوهم ان شاء الله. بحال واخا الانسان يدير غير كيكه ولا شي حاجه في الدار، كديريهم عصير هكا مختلف الالوان، الوليدات كيعجبهم، وراكم كعارفين تبارك الله كلشي كيعرف يزين بطريقته، وان شاء الله يكون هذا العصير يعجبكم. تبقاو تجربوا. صراحه راه ما فيه حتى شي حاجه اللي يعني ما متواجدش، يعني كلشي كاين. حتى بالنسبه للسنيده الحامضه راه كنديرها، ما متوفراش عندي، ما درتوش صراحه، جا زوين. هنا كما شفتوا معايا ترونس ديال الماء، درتو فيترو ديال حليب عادي. هنايا درت السكر سنيده. السكر سنيده البنات كيبقى على حسب الاختيار ديالكم نتوما، ديروا وذوقوا. انا راه تقريبا هنايا درت، راكم شفتوا قدام يعني فاش كنت كندير، كنت بغيت ندير كونسنترون، ندير فيه 3 ديال المعالق. صافي منين دقتو جاني ناقص، وانا نزيد السكر لان كتعرفوا الوليدات كيبغيو داروا شي حاجه تكون حلوه، لان ما فيش لا ديسير لا والو. هنا غنستعمل واحد المعلقه كبيره ديال الفيكولا. البنات فيكولا راها غير دقيق ديال البطاطا، يعني بطاطا مطحونه بحال النشا. مثلا النشا كيتصاوب من الروز اولا الذره، هو مصاب بالبطاطا، يعني ماشي شي حاجه اللي مضره بالاطفال ولا شي حاجه مضره يعني بالصحه ولا شي حاجه. هنايا غادي نشدو، غادي ناخذ تقريبا 1 لتر، غندير في ديك المعلقه ديال الفيكولا، وغنطحنو انايا في الخلاط الكهربائي. يمكن لكم ديروا كي قلت لكم غير في شي قرعه. هو صراحه هي غا كديروها البنات كيبقى يجمد، كيبقى يجي كيتكلل، تيولي قاصح. يعني خصكم ديروه في الماء ولا الحليب وتخلطوا مزيان بحال اللي كتمخدوا اللبن، يعني تحركوا ديك القرعه مزيان باش ما يبقاش متكتل ويولي خفيف. انا غادي نديرو البنات في الخلاط وغنرجع معكم. صافي البنات، هنا بعد ما خلطتو شويه البنات، اللون ديالو كيتولي بيض لان فيه داك الدقيق ديال البطاطا. صراحه كيجيني انا في الخلاط الكهربائي كيجيني احسن من اللي كنت كنديرو صراحه في القرعه ولا في الفيديو، كيعذبني شويه. احسن حاجه ديروا البنات في الخلاط، خذوا واحد الكميه، مثلا درت واحد الكميه ديال 5 لتر، خذوا 1 لتر، طحنوا داك لتر وعاودوا خلطوا. هنا غادي نحاول نخلط مزيان باش يتخلط، وداك السكر صنيده ما يبقاش حاط ليا اصلا لتحت لان تا هو ما طحنتوش. من الاحسن البنات اللي بغيتو يعني تفاداو هذا المشكل، هذاك ليترو اللي غديروا في الخلاط هو اللي ديروا فيه السكر سنيده وديروا فيه الفيكولا وطحنوهم باش داك السنيده يعني تكونوا متاكدين انها دابت وما بقات ليناش في القعر ديال البانيو اولا فاش في الاناء ولا فاش درتو. هنايا كنخلطوا كما شفتوا معايا. راه الخيط كيولي ثقيل دابا، راه شفتوا البنات بحال هكايا مازال غادي يتقال. هو كل ما كيزيد كيتقال، يعني مثلا الا بات اولا جلس غير واحد نص ساعه كيولي ثقيل اكثر. يعني مثلا حتى الا بغينا نديرو مع الفواكه، راه يمكن لكم ديروا الفواكه، انا ما بغيتش نديرهم وما بغيتش ندير حتى الالوان، درت غير المنكهات. انا غادي نوريكم. هنا غادي نجيب نفرقهم، غادي ندير 4 ديال، غندير 4 ديال النكهات، وانتم كيبقى لكم الاختيار، ندير 4 ولا ديروا 3 5 على حسب الذوق ديالكم. انا هنايا نستعمل كي قلت لكم غادي نحاول نقسمهم على 4، يعني تقريبا هنايا خرج عليا شي، بصراحه ما عبرتش نص لتر ولا ماشي نص لتر، يعني حيت كاين عندي ترونس الماء في لتر ديال الحليب، يعني عندي 3 لتر ونص ديال الحليب والماء مخلطين. غادي نحاول نفرقهم صراحه على 4، ما عبرتش. وغادي نخلط كل، يعني كل نكهه غنديرها في اناء كي كتشوفوا معايا. عفوا ماشي 3 لتر ونص، 2 لتر ونص ديال ما بين الحليب والماء، لان درت الماء لتر ونص والحليب لتر، يعني 2 لتر ونص. كنعتذر غير غلط. كما شفتوا معايا البنات، غادي نجيب هنايا النكهات.
كيبقاو اختياريين. انا هنايا استعملت 4 ديال النكهات، يمكن لكم تستعملوا حتى اكثر او لا اقل. انا عندي الحامض ما غنستعملوش، غندير غير الفريز، يمكن لكم ديروا حتى الفرومبواز كيجي زوين، وغندير البيستاش، غندير الليمون، وغندير ديال الخوخ. هنا البنات هاد النكهات ما كيعطيوش واحد اللون يعني مجهد بزاف. بالنسبه للفريز كيكون يعني اللون ديالو مزيان. بالنسبه لليمون اولا بالنسبه حتى البيستاش كيكون شويه خفيف. بغيتو ديروا الملون ديروه. انا بصراحه ما استعملتش الملون، يعني حيت ما عندي لا حفله لا حتى شي حاجه، عندي غير وليداتي ماشي مشكل، يعني كنستعمل الحاجه اللي كاينه. يعني كون كانت شي عراضه مثلا اولا شي حاجه يمكن لكم تبغيو ديروا شي لون باش يعطي ديك النظره زوينه. انا هنايا اكتفيت غير بالمنكهات. كما شفتوا معايا هاد النكهات 5 دراهم النكهه، يعني صراحه راه فيهم كتستعمليهم بزاف ديال المرات، وكتخليو حتى الحلوه ولا اي حاجه بغيتو ديروا فيهم. دابا انا درت هنايا الليمون، وكيقلت لكم الخوخ، ودرت الفريز، ودرت البيستاش. بالنسبه لبنات الفواكه اللي بغى يضيف الفاكهه راه يمكن له يضيفها. بالنسبه للفريز راه يمكن لكم الا عندكم فريز في الكونجيلاتور يمكن لكم تضيفوا غير واحد 4 ديال الحبات اولا 3، راه كيكون الفرق صراحه. بالنسبه للبيستاش يمكن لكم تضيفوا واحد نص لافوكا. دابا لافوكا راها موجوده، حتى هي كتعطي واحد الذوق زوين وكتجي موالمه معاه. بالنسبه للماء ديال الخوخ، حتى الخوخ الا عندكم الخوخ في الكونجيلاتور يمكن لكم تستعملوه، اولا يمكن لكم ديروا معاه حتى بنانه راه كيجي زوين، اولا يمكن لكم الا ما لقيتوش مثلا فواكه، يعني كنعطيكم انا اختيارات. ما كاينش فواكه يمكن لكم ديروا الياغورت بالنكهه ديال مثلا الفريز، النكهه ديال الخوخ، النكهه ديال البيستاش، والنكهه ديال الا ما كانش الليمون مثلا كديروا شي نكهه فاني، راه تا هو كيجي زوين الا بغيتو تعزوا اني الذوق. صراحه هكا راه صراحه جا زوين. بالنسبه انا وليداتي كيعجبهم بزاف هذا العصير هذا، كنديروا لهم دائما. صافي كيما شفتوا معايا كنخلطهم. شو اللون البنات ديال الليمون شويه ناقص، ما عطيش اللون مزيان، وهو ديال البيستاش. لهذا باش ديروا الملون ديروه. صافي البنات هنا بعد ما تنكملوا كنجيبوا شي كيسان. هنايا البنات فايت درت معكم غير سنيده كنلونوها، وكنديروا الكاس فيه شويه ديال الماء، غير شويه، كنكفيو داك الكاس ديك السنيده. كي كتشوفوا معايا غندير جوج الوان، جوج نكهات في كاس واحد. يمكن لكم ديروا حتى 3، ولكن خص ليه يكب لكم يعني شي حد يعاونكم، يعني كيجي بحال باناشي كيجي صراحه زوين. واللي ما عندوش بحالي يدير هكايا غير جوج الوان كيجيو زوينين. انا البنات غادي نستمر، غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله. صراحه كتخرج واحد الكميه كبيره، يعني غتخرج معايا 6 ديال الكيسان، وغادي نبقى واحد القرعه. المهم راه كميه شفتوها قدامكم، يعني كتعطي كميه صراحه زوينه. وكي قلت لكم بغيتي تكثروا الكميه راه يمكن لكم تضيفوا الماء وتضيفوا الفيكولا، تزيدوا الفيكولا وتزيدوا الملون، عفوا المنكهات، راه كيعطي اكثر. وصراحه راه كيجي زوين وخفيف. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم. الا عجبكم الفيديو من طبيعه الحال ما تنسونيش من اللايكات ومن التعليق زوين كتفرحني دائما. والى اللقاء الى فيديو قادم باذن الله.